السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد من اول النهار كده. هنعمل غدا حلو قوي ولذيذ ويعني حاجه مختلفه كده ان شاء الله نعملها مع بعض. وهنعمل مع بعض حلو وهنغسل مواعين. وهنعمل روتين ام بسيطه خالص 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 بتحب تفرح عيالها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. نقول بسم الله. يومكم ان شاء الله كله خير وبركه وهنا وسعاده. وبشكر كل من بيدعمني وبيحط لي لايك وبيكتب لي كلمه حلوه وتعليق حلو يشجعني ان شاء الله ان انا اكمل معاكم يومياتي ووصفاتي والحاجات البسيطه اللي انا بعملها. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا من بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هبدا معاكم النهارده بالغداء. انا طبعا فطرت وشربت الشاي. طبعا اليوتيوب كله بيشرب قهوة على الصبح، انا بالنسبة لي الشاي بشربت الشاي بتاعي عادي، كوباية الشاي المتينة كده اللي انا عملتها الصبح. وجي دخلت بقى عشان خاطر اتبل الفرخة بتاعتي، جبت بصلاية وفلفلاية وطماطمتين ضربتهم كده في الكبة وحطيت عليهم ملح وفلفل ومعلقة صغيرة كده من السبع بهارات. السبع بهارات اللي هي بتاعت، مش السبع بهارات، اسفة معلش، ديت مرق الدجاج الفورية. مرقة الدجاج الفورية حطيت معلقة صغيرة كده منها. وبعدين قمت حاطة بقى ايه الملح وفلفل ومعلقة مرقة الدجاج دي. وبعدين قمت حاطة بقى معلقة من الصويا صوص ومعلقة من دبس الرمان. حطيتهم بقى ومعلقة صغيرة كده من العسل وديت اختياري، بس معلقة العسل بتدي لون حلو قوي للفراخ وبتعدل معاك الطعم كده وبتبقى حلوة قوي قوي. زي ما بنحط كده رشة الملح كده على الدقيق على الحاجات المسكرة بتاعتنا. بتحطي بقى رشة العسل دي على الحوادق بتبقى حلوة قوي قوي بجد. ما عندكيش عسل ممكن تحطي معلقة عسل اسود، ممكن تحطي اللهم صل على النبي معلقة سكر. بتبقى حلوة قوي وبتظبط الطعم خالص خالص مع تتبيلة الفراخ دي او اي تتبيلة مشوية يعني لحمة او فراخ. إيه بس كده. هنيجي بقى دلوقتي الحشوة بقى، انا هحشيها مش هستكفى بقى بالتتبيلة دي. انا هعملها النهاردة في الكيس الحراري زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. هحشيها بلسان العصفور. طب ممكن مش عايزة تحشي لسان عصفور، هتحشي ايه؟ ممكن تحمري شوية رز. ممكن تحشيها رز عادي زي ما بتحشي الحمام وزي ما بتحشي الحاجات دي يعني في شوية رز كده تحمريهم. او شعرية او شوية رز بسمتي براحتك خالص. انا بقى حشيها النهاردة بلسان عصفور. حمرته كده، حمره حلو جدا لما يحمر كده عشان ما يتحطش ابيض وينشي معايا ويعجن في قلب الفرخة. حمرته حلو جدا وحطيت له نص كوباية بس من المية. وحطيت له برده طبعا شوية ملح كده وهو بيحمر. عايزاه يحمر معاكي اسرع حطي شويه ملح كده صغيرين. حطيت بقى شويه ملح وبعدين قمت بعد كده بقى حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود. وسبته بقى ايه لما استوى يا دوبك نص سويه. انا عايزاه بس يتشرب الميه اللي انا حطيتها دي. هو كده لسه طبعا ما استواش سوا كامل. انا هحطه بقى في الفرخه يكمل سوا بقى في الفرخه. تمام اهو. جبت بقى فرفضته كده من بعض وسبته لما برد تماما. ما تحطوش في الفرخه وهو سخن خالص خالص خالص. تستني كده عليه الفرخه معموله في تتبيلتها، محطوطه في تتبيلتها. والشعريه بتاعتنا بتبرد. الفرخه اتبلت والشعريه بردت. هنحشي بقى الكلام ده كله واكتف بقى الفرخه واحطها في الكيس الحراري. بس كده وادخلها بقى الفرن. كنت مولعه بقى الفرن يسخن حلو جدا جدا جدا. وبعد كده هدخل الفرخه بتاعتي معايا في الفرن بعد ما تخلص اهو. عملت جنبها بقى شويه شعريه مفرفره، يعني ممكن تعملي جنبها مكرونه، ممكن تعملي جنبها رز حبه وحبه، رز على شعريه وجنبيه شويه خضار براحتك خالص. انا بقى النهارده عملت اللي هو شويه شعريه كده مفرفرين جنب الفرخه بتاعتي دي. يعني ولادي بيحبوا الاكله دي جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم الحشوه بتاعت الفراخ دي اللي هو لسان العصفور بيتاكل والله قبل الفرخه. يعني عايزه اقول لكم كل مره يتشكلوا معايا ويقولوا لي كتري شويه، يعني كتري شويه من لسان العصفور. عايزينه يبقى كتير كده في قلب الفرخه ويبقى بره الفرخه كمان. يعني الشويه اللي فضلوا دولت حطيتهم في قلب الفرخه من بره يعني. وسبتهم بقى يستووا في قلبهم كده. لما فتحت بقى الكيس زي ما انتم شفتوني كده في اول
الفيديو، طبعا هكمل معاكم الفيديو. كانوا بياخدوه كده من على الكيس، يعني بجد حلو قوي قوي، وطعمه حلو ومتشرب كده من طعم الفرخة والتتبيلة اللي احنا عاملينها دي. فبجد هتعجبكم. الفرخة بقى كل ما تكون صغيرة كل ما تكون احلى واطعم وتبقى دايبة اكتر. هي الفرخة ديت وسط، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بس كل ما الفراخ بقى المشوي اللي بتتشوى بالذات في الكيس الحراري كل ما تكون فراخ صغيرة كده، يعني اقل من 2 كيلو، بتبقى احلى واحلى. يعني دي تقريبا 2 كيلو، 2 كيلو وشوية، في الحدود دي. بس لما بتكون صغيرة بقى بتبقى أحلى وأحلى، وبتبقى دايبة وبتبقى جميلة جدا. هي دي مستوية وحلوة جدا، ده أنا سبتها حوالي عن ساعتين، ساعتين وشوية في الفرن. يعني بجد يعني زودت عليها قوي عشان أتأكد وأطمن إنها تكون استوت سوا تماما. كده حطيتها على نار عالية في الأول، وبعد كده هديت عليها النار وسبتها بقى لغاية ما احمرت. جيت بقى في الآخر شغلت بقى الشواية، احمرت بقى، وبقيت اقلب الكيس بتاعي يمين وشمال لغايه ما خدت لون وهي جوه الكيس. يعني ما فتحتش عليها طول ما هي في الفرن خالص، انا فتحت الكيس قدام منكم وهي كانت احمرت جوه الكيس الحراري ده. تسويه الحراري ديت حلوه قوي قوي. انا بقى حمرت الشعريه بتاعتي، حمرتها تحمير حلو برضو عشان ما تنشش معايا. وجبت بقى وحطيت عليها بقى كيس صلصه، واحط عليها مكعب مرقه وشويه ملح وشويه فلفل اسود، بس مش هعمل غير كده اهو. زي ما انتم شايفين، صلوا بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ريت بقى ما تنسونوش في اللايك والتعليق الحلو اللي بيشجعني ويطمني كده ان ان شاء الله ان شاء الله القناه كده هتشاف وهتكبر، ويبقى ليا بقى يعني متابعين بيستنوني وبيستنوا فيديوهاتي. وجزاكم الله كل خير على اللي انتوا بتعملوه معايا بجد. كده خلاص بقى انا الفرخه بتاعتي استوت وبقت تمام وزي الفل، واحمرت زي ما انتم شايفينها كده. غرفت بقى الغدا بتاعنا اهو. غرفت بقى الغدا بتاعنا، غرفت طبق شعريه حلو كده، وحطيت لهم بقى اطباق فاضيه عشان خاطر اللي عايز ياكل. احنا كلنا ما كناش يعني ما كانوش موجودين، يعني جزء كان بره وكان جزء لسه ما جاش من الدروس والكلام من ده. اللي موجود بقى غرفت عشان خاطر ناكل، وطبعا عيلت ايه مناب اللي لسه ما جوش. الفرخه طبعا سخنه جدا جدا، مش عارفه اقطعها بقى ايه قدامكم كده حتت حتت. إيه قدامكم، هما كانوا مستعجلين بقى على الغدا. وحطيت بقى ليمون مخلل بقرن الشطه ده، قرن الشطه ده بتاعنا. وقرن الشطه ده. ودخلت بقى عشان خاطر اغسل المواعين بتاعتي. ونصلي على النبي ونستغفر ربنا كتير وندعي باللي احنا عايزينه. طول ما انت واقفه كده صلي على النبي واستغفري واقري قران، ايات الصغيره اللي انت حافظاها على طول كده، ذكر ربنا ما يسيبكيش طول ما انت شغاله كده. ذكر ربنا بيبقى بركه كده في الحاجه والله اللي بتعملوها بجد. يعني الحاجه لما بتعمليها بتسمي الله كده، وبتصلي على الرسول وبتقري قرآن وبتستغفري طول ما انت واقفة، وتدعي كده ربنا ييسر لك حالك ويشفي كل مريض. يعني كل الحاجات دي كلها طول ما انت واقفة لسانك دايما عاطر وذكر، يعني بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما انت واقفة، لو واقفة ساكتة صدقيني دماغك هتروح يمين وشمال وهتفكري وهتقولي يا رب طب اعمل ايه في المشكلة دي، طب هتعدي ازاي، طب كده. كل شيء وله حل وكل شيء بيتدبر. يعني بتدابير ربنا، تدابير ربنا طول ما هي ماشيه كده. احنا كلنا كده ماشيين على الارض بتدابير ربنا، وماشيين بيتنا وحياتنا بستر ربنا وبس. طول ما انت واقفه بقى سيبيها على الله، واذكري ربنا، اذكري ربنا كتير كتير، واستغفروه واستغفروا واحمدوا ربنا اكتر واكتر واكتر على النعمه اللي انت فيها. انت في نعمه ونعمه وفضل، احنا في نعمه وفضل كبير قوي قوي قوي. يعني ان احنا تعبنا من الشغل في البيت، واللي تعبنا كل ده كله خير في بيتنا واحنا مش حاسين بيه، غيرنا للاسف محروم منه. ونصلي بقى على النبي ونشوف احنا بنعمل ايه. غسلت بقى المواعين بتاعتي، كان عندي بجد شويه مواعين كتار قوي. الصواني ديت كانت اليوم ده انا كنت برضو مع الشغل اللي انا عملته ده، كنت بعمل يعني البسكوت اللي هو بتاع الترند اللي كان طالع جديد ده. بس نزلت البسكوت لوحده وعملت الروتين ده لوحده. بس كده. يعني كن البسكوت ده يا ربي كان قبلها بيوم، معلش كان قبلها بيوم. والصواني بتاعته دي كنت نقعاها وقلت بقى اغسلها تاني يوم الصبح. يعني كنت انا بعمله بالليل، كنت عاملاه بالليل وكنت بقى بغسل نقعت الصواني بتاعته كده. وقلت بقى اغسلها معاكم تاني يوم الصبح كده وانا بغسل في المواعين. وانا بشطف الصينيه الحله كانت عماله تقع مني من على المصفى، لان الصفايه بقى اتملت مواعين. يعني مش عارفه المواعين دي كلها جت منين بصراحه. خدتها بقى كفتها على الرخامه.
عشان خاطر بقى ايه اكمل غدعك حلو قوي في الصينيه بتلمع كده. واحلى حاجه بقى لتنظيف الالومنيا الصابون البلدي. الصابونه دي انا شارياها بصراحه، ما كانتش مش انا اللي عاملاها، لان انا كنت خلصت الصابون اللي انا عملته قبل كده. بس انا بحوش الزيت، وان شاء الله باذن الله قريب لما تتملى بس شويه كده هعمل الصابون ده تاني، لان انا ما بستغناش عنه صراحه. بغسل بيه الالومنيا، لان انا عندي الومنيات الصواني وعندي كام حله كده الومنيا ما بستغناش عنه نهائي. فانا اشترينا بقى الصينيه الصابونه دي عشان خاطر ما بستغناش عنها زي ما بقول لكم. ببشر جزء مثلا منها كده لما بكون بغسل ابيض، او بغسل الملايات المفروشات اللي هي لما بكون مغيره الملايات بتاعه السراير وكده، ببشرها وبحطها برضو مع الملايات بتنضف الغسيل وبتبقى حلوه قوي قوي بجد. جيت بقى على الرخامه بتاعتي بعد بقى ما خلصنا بقى غدانا وغسلت المواعين زي ما انتم شايفين. جبت الرخامه بقى صبنتها تصبينه حلوه بالحيطه اللي فوقها دي. الرخامه دي اللي انا بصور عليها، بعمل عليها البسكوت وبعمل عليها هعمل معاها حلو، هعمل معاكم حلو دلوقتي فيها ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. زي ما انتم شايفين كده، شوفوا بقى الجمال الرخامه لما بتكون فاضيه ونظيفه، يعني بجد النظافه ديت حاجه كبيره قوي. الحلو بقى اللي انا هعمله بقى النهارده، كان عندي بقى كنافه، دي كان يعتبر نص. بدأت بعد كده بقى افضفت كان عندي بقى الكنافه. كنت انا بقى الحله الكبيره اللي انتوا كنتوا شايفينها دي كنت انا مدمسه في اليوم ده فول. فكيست الفول بتاعي وبحطه في الفريزر، لقيت نص كيس الكنافه ده. قلت له تعالى بقى انت هتفضل كده لما الامتى. مسكته بقى فرفضته وقلت اعمل بقى حاجه حلوه كده للعيال تتحط بقى في التلاجة. يعني بصوا الحاجات دي كلها انا مش بحب اقطعها من البيت، وكل حاجه كانت عندي، يعني موجود السمنه، وكان عندي كيس الكريم كراميل ده هعمله معاكم، وكنت غاليه لبن. قلت ليه المانع بقى ان انا بعمل لهم كده حاجه حلوه، احطها لهم كده قدام منهم يبقوا ياكلوها كده تبقى حلوه في البيت يعني. جبت الكنافه بتاعتي فتفتها كده ما بين ايديا، طلعتها من الفريزر في ساعتها ما سبتهاش تفك طبعا، ومسكتها فرفتها كده فتفتها فتفت ناعمه كده. وقلبت فيها بقى دول حوالي عن 3 معالق كده من السمنه. فتفتهم كده فيها، وكنت مشغله بقى الفرن. قمت حاطه بقى قمت احطها في الفرن، وكل شويه اطلعها اقلبها وارجعها تاني لغايه ما توصل للون ده. حابه تعمليها على البوتاجاز من فوق براحتك خالص، بس انا يعني دراعي ما بيساعدنيش ان انا كل شويه اقلب. انا بدخلها الفرن واطلعها اقلبها تقلبتين وادخلها تاني لغايه ما تبقى باللون الحلو الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. حطيت ما سقتهاش بقى شربات ولا حاجه، لان انا هحط عليها طبقه من الكريم كراميل ان شاء الله هتعجبكم. خدت بقى شويه كده عشان دول هحطهم على الوش. وقلبت بقى السكر البودره في الكنافه بتاعتي وفردتها. هفردها بقى حلو كده زي ما انتم شايفين. هفردها بقى كده تمام اهو. صلوا بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين كده اهو. جبت بقى احطها بقى على جنب، هي كانت بقى سخنه وانا بحط السكر البودره طبعا عشان خاطر يدخل جواها ويسكرها لي كده. وشلت الشويه دولت في الجنب واحطهم بقى في جنب. هاجي بقى اعمل الكريم كراميل. دولت كوبايتين من اللبن، هحط عليهم كيس من الكريم كراميل ده، وهسيب الكراميل للاخر هحطه على الوش. هحط بقى واحط عليهم معلقتين نشا، معلقه ونص كده من النشا، لان دولت كوبايتين 2 لبن، ما يبقاش النشا كتير كده تتقل معاكي جدا وتبقى عامله زي البلوزه كده. وشويه السكر البودره اللي فضلوا معايا دول حوالي يعني 3 معالق كده، حطيتهم برضو وقلبت بقى الخلطه بتاعتي دي، وهرفعها بقى على النار عشان خاطر تستوي. طبعا انا ما جبتش اللقطه دي معاكم لان انتوا عارفينها طبعا، وانا عملتها معاكم قبل كده كتير يعني. حطيها على نار هاديه وقلبي فيها قلبي فيها لغايه ما تستوي. نزلت عليها بقى على طبقه الكنافه اللي انا فردتها زي ديسك كده في الصينيه. وهاجي بقى وهي برضو لسه سخنه كده، هحط بقى رشرش عليها كده شويه الكنافه اللي موجودين دولت كانها طبقه كده على الوش. بس كده سهلة وبسيطة عن ما تعملي الكنافة نية وتعملي ديسك تحت وتحطي الديسك فوق وتطلع وتغلي بقى في الفرن والكلام من ده. دي الطريقة ديت أسهل وأحسن وأخف. جميلة قوي، يا ريت تجربوها وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. هسيبها بقى أركنها على جنب واسيبها بقى تبرد شوية. وشوية المواعين دولت ما جبتش بقى غسيل المواعين تاني معاكم، رحت اغسلهم على طول كده، يعني المطبخ يبقى رايق كده اول باول. على ما غسلت شويه الاطباق اللي طلعت مني ديت، كانت الكنافه بتاعتي بردت. حطيت بقى الكراميل بتاعي. بس انا بعتذر لو انا بتكلم بسرعه وبشرح الفيديو بتاعي النهارده. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.